أحد الذين نجوا من الكارثة يقول أن أقوى ما بقي حيا في ذاكرته هو مشهد إعدام أب أمام أطفاله. الشهادات المختلفة تقدر أن عدد الذين تم إعدامهم في ذلك اليوم لا يقل عن 100 شخص. أحد الشواطئ السياحية أجواؤه أكثر من رائعة، والفنادق التي حوله كلها قامت بالإعلان عن عروض رخيصة جدا، ولديهم الكثير من الأنشطة من السباحة والقفز المظلي وغيرها من الأنشطة التي من الممكن أن تجعلك تقضي إجازة لا توصف. سأخبركم بمكان هذا الشاطئ وكيف تستطيعون الحجز فيه في نهاية الفيديو، وسأعطيكم الكود الذي تستطيعون من خلاله أن تحصلوا على هذا الخصم. ولكن قبل أن أخبركم عن هذا الشاطئ ومكانه أريد أن أقص عليكم قصة سريعة. كانت الطنطورة واحدة من أكبر القرى الساحلية في فلسطين، قرية قديمة على ساحل البحر الأبيض المتوسط يقطن فيها 1500 نسمة، يعيشون على الزراعة وصيد الأسماك بسلام وأمان. يلعب الأطفال في أزقتها وينبت الدحنون في بياراتها، إلى أن أتى يوم 15 مايو 1948 عندما اجتمعت مجموعة صغيرة من أعيان الطنطورة بما فيهم مختارها بضباط من الاستخبارات الصهيونية الذين عرضوا عليهم الاستسلام. ساور الأعيان شك بأن الاستسلام سيؤدي إلى طرد سكان القرية كما حصل في غيره من القرى، فرفضوا العرض. فماذا حدث بعد أسبوع؟ بتاريخ 22 مايو هجمت القرية ليلا. أتى الهجوم من 4 جهات على غير العادة، فقد كانت عادة العصابات الصهيونية أنها تهاجم عادة من 3 جهات وتترك الجهة الرابعة لغرض تكتيكي لتكون بمثابة بوابة مفتوحة يمكن أن يطرد الناس من خلالها. لكن غياب التنسيق بين العصابات الصهيونية جعل هذه القوات تطوق القرية تطويقا كاملا، وبالتالي وجدت نفسها وفي عهدتها عدد كبير من السكان. حاول أهل الطنطورة أن يقاتلوا، وبشهادة جويل سكونيك وهو خبير لزرع الألغام وتفجيرها والذي جرح في المعركة، كانت هذه واحدة من المعارك الأشد ضراوة التي خاضها الجيش الإسرائيلي. اندفع جنود الوحدة المحتلة إلى الشوارع وإلى داخل البيوت في فورة قتل عشوائي، وكانوا يطلقون النار على كل شيء يصادفه. وجدير بالذكر أن القتل استمر حتى بعد أن أشار القرويون إلى رغبتهم في الاستسلام بتلويحهم بعلم أبيض. فماذا حدث بعد ذلك؟ أجبر سكان الطنطورة الأسرى تحت تهديد السلاح طبعا على التجمع على الشاطئ، ثم فصلت القوات اليهودية الرجال عن النساء والأطفال وقامت بإرسال النساء والأطفال إلى قرية مجاورة. اقتيد الأسرى في مجموعات إلى مكان جانبي يبعد 200 متر وقتلوا رميا بالرصاص. كان أحد الجنود يأتي فيقول للقائد العام: ابن عمي قتل في الحرب، فيأمر القائد الجنود بأخذ مجموعة يتراوح عددهم ما بين 5 إلى 7 أشخاص، يأخذونهم جانبا ويعدمونهم. يأتي جندي آخر فيقول: أخي قتل في إحدى المعارك، فيأمر القائد جنوده بأخذ مجموعة أكبر وتعدم، وهكذا دواليك. الشهادات المختلفة تقدر أن عدد الذين تم إعدامهم في ذلك اليوم لا يقل عن 100 شخص، بينما رفعت إحدى الشهادات الإسرائيلية العدد إلى 230. كانوا يقومون بإيقافهم ليواجهوا حائطا، ثم يقومون بوضع المسدس على رؤوسهم وإطلاق النار من الخلف. أحد الذين نجوا من الكارثة يقول أن أقوى ما بقي حيا في ذاكرته هو مشهد إعدام أب أمام أطفاله، مما أدى بأحد الأطفال أن يفقد عقله عندما رأى أباه يعدم ولم يستعد رشده قط. أما شمشون ماشفيتس قائد القوات الصهيونية وقتها فقد كان يتجول بين الناس الذين جمعوا على الشاطئ وفي يده سوط كان يجلدهم به. لماذا؟ للتسلية فقط. هل انتهى الأمر هنا؟ بالتأكيد لا. ففي منطقة أخرى من القرية جاء أحد الضباط وأمر جنوده بانتقاء 40 من خيرة شباب القرية، وجيء بال40 إلى ساحة البلدة وصاروا يأخذون كل 4 معا، ثم يأمرونهم بحمل جثث القتلى والجرحى إلى المقبرة ورميهم في حفرة كبيرة هناك. وبعد أن يؤدوا مهمتهم يقوم الجنود الصهاينة بقتل أحد ال4 ويأمرون ال3 الباقين بحمله ورميه في الحفرة، ثم يقتلون أحد ال3 ويأمرون ال2 الآخرين برميه في الحفرة، وهكذا. وماذا حدث بعد ذلك؟ اختفت قرية الطنطورة من السجلات الرسمية وتم تفخيخ منازلها ونسفها وطرد وقتل سكانها. طيب، ما علاقة هذه القصة المؤلمة بالدعاية للشاطئ السياحي الذي أخبرتنا عنه؟ اليوم
يقدر بأن موقع المقبرة التي دفن فيها القتلى هو تحت مواقف سيارات شاطئ دور هابونيم، الذي حوله اللقطاء إلى مكان سياحي يقصده السياح ليقضوا عطلة الصيف فيه. عندما تحدث ترامب عن ريفييرا ومنتجعات جديدة على شواطئ غزة فوق عظام ساكنيها وفوق رفات الأطفال الذين تقطعت رؤوسهم في الحرب، لم يكن يهذي أو يختلق شيئا جديدا، بل كان يعيد علينا قصة الاستعمار الغربي الذي أنتج لنا هذا الكيان اللقيط، وكيف أن حضارة الغرب اليوم في كثير من الأماكن قد أقامت المنتجعات السياحية والمدن والأبراج فوق قرى ومدن وبشر وثقافات قررت أن تلغي وجودهم، لأنهم ببساطة من وجهة نظرها كانوا عائقا أمام قدرتها على توفير وسائل الراحة والمتعة والاستجمام لأبنائها، وأن هذه الحضارة التي بنيت على الإجرام قدست المادة وجعلتها أهم بمراحل من الإنسان. فكيف إذا اجتمعت هذه التوليفة مع معتقد لدى فئة ترى غيرها من الناس في منزلة أدنى من الإنسان، وأنهم حيوانات في شكل بشر؟ الذين يريدون التطبيع ويقبلونه يريدون منا ببساطة أن نرى هذا المستوى من الخسة والنذالة والغدر والإجرام والتلذذ بالقتل شيئا طبيعيا، وأن نبتسم لأولئك الذين دفنوا أهالينا في حفرة بعد أن قتلوهم ونكلوا بهم وبنوا فوقهم المراقص والمنتجعات. خزنوا هذه المشاعر، فسيأتي يوم لتنبعث فيه مرة واحدة. سلام.